كلنا بنعمل غلطات كتير قوي في الصلاة، وكلنا ما بنبقاش عارفين ده صح ولا غلط. طب هو ده كده بطل الصلاة ولا ده ايه؟ طب انا اتأخرت عن الصلاة، طب انا بجد جعانة اقوم اصلي ولا اكل؟ صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي الفيديو ده ظهر قدامكم فيه. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بشويه حاجات كده ممكن تفيدكم جدا جدا. حبيت اقولها لكم اول لما عرفت بعض الاخطاء اللي ممكن نعملها واحنا بنصلي. مش هقول عدد معين، هقول لكم الاخطاء كده عامه وانتوا تبقوا تعدوها. اول خطأ عندنا ان ما ينفعش ابدا ابدا نكون مشتتين واحنا بنصلي. لازم نكون عندنا خشوع ونفصل من اي حاجه جنبنا، رنة التليفون، حاجه في وشنا. يعني ما ينفعش وانا بصلي في حاجه عايزه اهرش فيها مش عارفه ايه. ما ينفعش بجد. كنت بعمل كده بس انا حبيت اقول لكم ان ده بجد ما ينفع. احسن لك ما تصليش الصلاه دي لو انت مشدد بحاجه. لما تفصل كده دماغك من كل حاجه تبدا تصلي. ان الصلاه من غير خشوع باطله. تاني حاجه لما بنيجي نقول ربنا ولك الحمد والشكر، مفيش والشكر ومفيش رفعه ايد واحنا بنقول ربنا ولك الحمد، مفيش والشكر. تالت حاجة عايزة اقولها بقى، لو مثلا في حد متجوز جديد او واحدة هتتجوز، خلي بالك لما بتبقي حاطة ميك اب وانتي على وضوء ولسه محافظة على الوضوء، فعادي ممكن تصلي جدا طالما مفيش حد شافك ولا انتي بوظتي وضوءك. فمسموح جدا جدا بدار الافتاء ان انتي تصلي بالميك اب بتاعك. بس ده ما يمنعش ان احنا مثلا نحط ميك اب وجوزنا جه او بابانا جه او اخونا جه وشافونا وندخل نصلي. ما ينفع. اول لما تحطي ميك اب وتكوني لسه على الوضوء ومحافظة عليه تبدأي تصلي. معانا كمان حاجه مهمه قوي قوي قوي، وهي لما بنيجي نخلص الصلاه وبنقول الشهاده وبنتم الشهاده بنبدا نقوم ونروح نشوف احنا ورانا ايه. ما ينفعش. في حاجه اسمها التسبيح، بنسبح 3 حاجات: سبحان الله والله اكبر والحمد لله، 33 مره و33 مره و33 مره. بس ما بنقولهمش لما بنقوم. احنا بنقعد كده برضو 5 دقايق لان بيكون حوالينا ملائكه كتير جدا بيحسبوا لنا التسبيحات وبيبلغوا ربنا اللي احنا بنسبح. فلما نخلص الصلاة بنبقى قاعدين وبنسبح زي ما احنا بنقول على طول. حاجة كمان ما ينفعش ابدا ابدا لما اجي اصلي اكون جعانة، الاكل اتحط وانا هدخل اصلي بسرعة المغرب عشان ما يفوتنيش واجي اكل. لا ما ينفعش، لازم اكل واخلص الاكل حتى خلاص الصلاة عدت. ما ينفعش ادخل اصلي وانا دماغي كلها في ريحة الاكل، طعم الاكل، ياه ده انا جعانة قوي يلا بقى عشان اكل. ما ينفعش. كلي وبعديها صلي. طيب انا امبارح فاتني المغرب والعشاء والعصر ما صليتش حاجه امبارح. اول لما تفتكري اي فرض انت فوتيه قومي اتوضي وصليه حالا. لو انت ما عندكيش اي عرض من الزعل انت لازم تقومي تصلي اللي انت افتكرتيه وحالا. انت لو افتكرتي حاجه دلوقتي وانا بقول الكلام ده قومي اقفلي الفيديو وقومي صلي عادي جدا. اهم حاجه انك الفرد ده ما تسيبيهوش خالص. يا جماعه احنا داخلين على 500 مشترك، انت 7 شهور داخلين على 500 مشترك، وان شاء الله اللي جاي هيكون احلى. وبكده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا الصغير. يا رب تكونوا استفدتوا، ولو عرفت معلومات تانية هقولها لكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.